وساعتها عرفت الفرق، وعرفت ان يعني حماية كان قوي وعوضني عن حاجات كتير ناقصاني. اي نعم جوزي كويس، لكن يعني برضو حماية احسن واحلى، كان حاجة تانية خالص، طول بعرض. والموضوع عنده مش قادرة اقول لكم كان عامل ازاي. هو زي ما حكيت لكم في الاول، انا وهو قعدنا نعمل الموضوع ده حوالي ساعتين، وكنت مبسوطة اوي ساعتها. وكل ما الموضوع يتكرر انا كنت بكون مبسوطة، وكنت بقوله انت عارف الموضوع ده بيحصل ليه؟ علشان دايما انا وانت لوحدنا، ودايما بنحب بعض. بس تفتكر لما ابنك يرجع من السفر احنا هنعمل ايه؟ يعني يا ترى هنعرف نعمل الموضوع تاني ولا ايه؟ قال لي ما تشغليش دماغك وسيب الموضوع ده عليا انا، هو لما يرجع من السفر انا هعرف اتصرف. قلت له ماشي، لغاية لما حصلت الحاجة اللي ما توقعتش ان هي ممكن في الايام تحصل، الحاجة اللي غيرت كل حاجة بيني وبين حماية، حاجة ما توقعتهاش خالص ولا عمرها جت في دماغي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هحكي لكم حكاية النهاردة، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. ويلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. انا اسمي سماح وعندي 25 سنة، ولسه متجوزة من قريب، عروسة يعني، وعايشة مع جوزي وحماية وحماتي. جوزي بيضطر يسافر للقاهرة كل فترة علشان شغله، وانا بفضل قاعدة مع حماية وحماتي. هما كبار في السن، معديين 60 سنة. احنا كنا عايشين عادي والدنيا تمام، لغاية لما حصلت حاجة وغيرت حاجات كتير، وهي حماتي توفت. وبعدها جوزي ساب شغله ونزل علشان ياخد عزا، وبعد كده فضل قاعد طول فترة العزا معانا، وبعدين اضطر يرجع لشغله تاني. وبعدها بقى يسافر لشغله ويجي اجازات يقعد معانا. وبعدها فضلت عايشة انا وحماية في البيت. بس حماية دايما بيكون قاعد في اوضته وقافل على نفسه، زي ما يكون حزين على وفاة مراته. ما بيخرجش من اوضته الا قليل خالص، يعني ممكن على قد الاكل وخلاص. لحد ما في مرة من المرات انا كنت رايحة علشان اوديله صينية الاكل، كنت ماسكة صينية الأكل ودخلت على عنده الشقة على طول. هو بيكون سايب باب الشقة مفتوح علشان لما اروح اوديله الأكل. دخلت كده على جوه على طول من غير ما اخبط، ولما قربت عند باب الأوضة بتاعته مش عارفة ايه اللي خلاني رحت بالراحة كده ومن غير ما اتكلم علشان اشوفه بيعمل ايه. هو كان باب الأوضة بتاعته موارب. المهم ان انا قربت من الباب ومن غير ما اتكلم ووقفت كده من بعيد، ولقيته فاتح التليفون وقاعد. وبصراحة انا شفت منظر كان غريب، وبقيت مش مصدقة وبقول معقول حماية عنده الموضوع بالشكل ده؟ ما كنتش مصدقة عينيا خالص. هو انا من كتر ما كنت يعني مش مصدقة، صينية الاكل كانت هتقع مني، او الاطباق كده اتكركبت على بعض وعملت صوت. وساعتها هو خد بالي ان انا واقفة وبتفرج، ولقيته اتخض واتنفض كده وقام من مكانه وبقى يعدل هدومه ويقولي انت ازاي تدخلي الشقة من غير ما تخبطي او تستأذني؟ انت ايه اللي جابك هنا في الوقت ده؟ هو كان متضايق جدا وكان منفعل وبيزعق. انا قلت له حقك عليا، انا ما كنتش اعرف ان انت يعني واخد راحتك شوية، وما كانش قصدي، وكنت جايبالك الاكل. وسبت صينية الاكل ونزلت على شقتي على طول. بس كنت مصدومة من اللي شفته، ما كنتش مصدقة عينيا خالص، وكنت مصدومة ومش عارفة ازاي ده حصل. ومسكت تليفوني وقلت ارن على جوزي، لكن ما كنتش عارفة هرن عليه واقوله ايه. المهم ان انا رنيت عليه ولقيته مشغول ومعرفش ان هو يرد عليا، بس انا كنت عايزة ارن عليه واقوله اي حاجة واتكلم معاه، لكن علشان كان مشغول طبعا ومعرفش يرد عليا. وانا فضلت قاعدة حوالي 10 دقايق وما كنتش عارفة افكر، وعمالة افكر في الموضوع اللي انا شفته وبس. وبعد حوالي 10 دقايق من التفكير لقيت حماية نازل وجاي عليا